نص، وبعد كده النص عملت ربعين وربعين. انا هاخد يعني كيلو الا ربع، يعني هاخد 3/4. هروح شايله ربع خالص، تمام، هروح قسماه كده وهروح شايلاه خالص. وبعد كده هاخد ال3/4 ان انا اشتغل منهم في البيتي فور. تمام. طبعا الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش طالعة من التلاجة، ما تكونش جامدة، لا لازم تبقى طالعة بره وفكة كده وحنينة. بس هنا الزبدة ماسكة نفسها شوية علشان احنا في الجو برد يعني، وانا مهما حاول ان انا افككها او طريقة، كان الجو برد فهي كانت ماسكة نفسها. تمام. فانا هاخد ال3/4 اقطعهم قطع صغيرة واحطهم هنا في البولة، واضربهم بالمضرب كده لحد ما افككهم شوية، عشان درجة الحرارة اصلا في المطبخ باردة ساقعة يعني. هنا الكيلو الا ربع من الزبدة قطعته مكعبات صغنونة كده بالسكينة علشان اقدر انزل فيه بالمضرب عشان يشتغل معي. وده البيض، عملت 3 بيضات، الصفار لوحدهم والبياض لوحده. هاخد اللي هو بياض ال3 بيضات اشيلهم على جنب، ابقى ليهم مع بيض او اي حاجة، مش هستخدمهم خالص. وهاخد ال3 صفار واحط عليهم البيضة الرابعة كاملة. تمام، عشان يطلع معايا مظبوط، محدش يقول انا هحط ال4 بيضات زي ما هما، لا هيحصل خلل في العجينة ومش هتطلع مظبوطة. هنا عندي اهو حطيت ال4 بيضات، 3 صفار مع واحدة كاملة، وشلت ال3 بيضات ابقى ليهم مع بيض او استخدمهم في اي حاجة. ماشي. وهروح دلوقتي ايه، ابتدي ان انا انزل المضرب كده في الزبدة علشان خاطر ابتدي ان انا افكها والينها. طبعا عشان الجو برد قوي النهاردة، فعشان تلين معايا كان صعب قوي عليا، وكان صعب برضو على المضرب. بس انا حاولت يعني على قدر الامكان او قدر المستطاع ان انا احاول يعني ان انا افككها على قد ما انا قدرت. تمام. حتى انا بوريكم اهو في الفيديو، هتحسوا ان هي صعبة شوية المضرب، اني خد وقت على ما نزل فيها، بس واحدة واحدة يعني، وانتي بتشتغلي هتلاقي ده معاكي، فما فيش مشكلة، عشان ما تحسيش ان الدنيا عرقلت وان الدنيا وقفت، لا. يعني واحدة واحدة كده تسمي وتقولي يا رب، فربنا هيلين يعني كل حاجة، وهيصلح كل حاجة ما بين ايديكي ان شاء الله. فانا قعدت انزل المضرب لحد ما لانت معايا وفكت، بقت عاملة كده. في الوقت ده بدأت انزل بكوبايتين الا ربع سكر بودرة. لازم السكر يبقى بودرة ناعم، مش بودرة مخرز، عشان ده بيتي فور لازم يبقى ناعم، ما ينفعش يبقى ناشف ومخرز. تمام. لان دي بترتب عليها بعد كده نجاح المنتج من ان هو يبقى مش مظبوط قوي. فهنبتدي ننزل بقى، نبتدي فترة الدوشة، أنا بسميها فقرة الدوشة البهدلة، لأن بتفضل تبهدل لي المطبخ وتنطور السكر والزبدة. فأنا بقعد أحاول كده وأقول يا رب وكده لحد ما الدنيا يعني بتتصلح وبتتلم على بعضها. تمام. بس أنا طبعا لازم أوريكي كل حاجة، لأن برضه أنت شغالة يحصل ده معاكي، فما تتضايقيش وتحسي إن الدنيا وقفت، لأ كملي وسمي وكده. طبعا فضلت اضرب فيها، كان صعب عشان الجو برد، فالزبدة كانت ماسكة لحد ما عملت كده بالشكل ده. في الوقت ده انزل ببيضة اضربها تختفي، انزل باللي وراها، انزل ببيضة اضربها